التيشيرت هذا قلت برافو على الولد هذا، برافو عليه فعلا، اهلي وزمالك. ونتمنى ان شاء الله ان المباراه تكون اهلي وزمالك في كل شيء. ودايما ده عهدنا بيهم، احنا عايشين في دبي وميرسي كتير قوي للامارات. زعلان جدا. طب بص هنا، بص لها هنا. زعلان جدا ليه؟ زعلان قوي. لا هم اخدوا خلاص. معلش. اخدوا مرة. طب ايه المشكلة مرة كويسة؟ مرة واحدة. ممنوع النهارده، ممنوع لغاية لما ياخدوا معاهم بطولة ويخشوا البيت. عادي هم خدوا كاس السوبر الدوري لينا. بسيطة. مبروك 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 مبروك. كان في جول لو كيكت خلصت للاهلي. بابا البطولة دي عشانك يا بابا، ألف مبروك. يلا يا بابا افرح مرة مش مشكلة. مصر الإمارات على شاشة المصرية برعاية صوت الشعب، بوابة إلكترونية إخبارية شاملة، ننقل الخبر من مصدره دون تزييف أو تحريف، نحقق في القضايا التي تشغل بال كل مواطن، نفتح نوافذ الأمل لكل رأي حر وطني شريف، نواجه المسؤولين في مواقعهم لكشف الحقائق. شعارنا المصداقية، وهدفنا أن نكون نبض الشعب. بوابة صوت الشعب لكل الشعب. رئيس مجلس الإدارة المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس التحرير محمد فتحي الشريف. المباراة من غير جمهور ملهاش طعم، والأهلي والزمالك لعبوا كتير في السنوات الأخيرة من غير جمهور، لكن هل ممكن نلاقي الجمهور رجع تاني؟ بس للأسف كل خطوة بنخطوها في الاتجاه ده بنلاقي اللي بيرجعنا خطوات للخلف، زي اللي حصل في مباراة الزمالك وأهلي طرابلس لما خرجت مجموعة من الجماهير من مدرجات الزمالك وقاموا برمي الشماريخ وإتلاف المدرجات. السؤال: هل ممكن نرجع الجمهور تاني للمدرجات؟ وإيه اللي ممكن يحصل علشان عودة الجماهير للمدرجات؟ الكلام ده لازم يوصل كويس جدا لمصر، ولازم يوصل كويس جدا للقيادة السياسية، ولازم يوصل كويس جدا للناس المسؤولين عن كرة القدم والرياضة، لأن احنا مش هنعيش من غير جمهور. دي حاجة. الحاجة الثانية، ان السنة اللي فاتت احنا عملنا مباراة السوبر المصرية كانت هنا، ومصر كان الجمهور كان أعظم ما يمكن. وجوم الجماعه السياسيين والجماعه اللي موجودين في مصر وبتوع الرياضه وبتوع الكوره ووزير الشباب والرياضه اختزلوا عملاقه او جمال الجمهور المصري في جزئيه ان الجمهور المصري التزم عشان خايف من قانون الترحال. لا طبعا، الجمهور المصري عظيم، الجمهور المصري ذواق، الجمهور المصري محترم، الجمهور المصري من افضل الجماهير اللي موجوده على الساحه العربيه والافريقيه، ولكن افرض عليه قانون زي ما هو مفروض بالنسبه لدوله الامارات. اذا فرضت القانون اللي يطبق على الشيخ على اصغر واحد، اعتقد ان الجمهور المصري هيكون احسن جماهير من العالم. والدليل على هذا ان هيكتور كوبر اللي بيتكلموا عليه في الوقت الحالي، اللي هو
وصلنا للمباراه الفاينل. بقول لك انا ما قابلتش جمهور في العالم زي الجمهور المصري، ما معناه نحن نستفيد من الجمهور المصري والاخرين يستفيدون من الجمهور المصري. بس احنا الكلام ده زهقنا منه وتعبنا منه وكفرنا منه وعملنا كل حاجه منه. الكلام ده بنقوله من بعد حادثه ملعب المصري، وقلنا بعد حادثه ملعب دار الدفاع الجوي، وبنقوله كل ما بيطلع في التلفزيون، وكتبنا فيه مجلدات وكتبنا فيه مقالات، وبالتالي لم يتم اي شيء. ما معناه ان ما في بعض الاشخاص او بعض الساده المسؤولين اللي موجودين، المسؤولين عن كره القدم المصريه، لا يعنيهم الامر ان يرجع الجمهور المصري، وده مأثر على المنتج بتاعنا. في مره من المرات في تكمله الكلام معاكم على الهواء، كان بيكن باور وبيب جوارديولا، البايرن بيلعب مباراه مع سيسكا موسكو في روسيا، والمباراه دي كانت فيها عقوبه مفروضه على فرقه سيسكا موسكو جماهيريه، والمباراه انتهت 0-0. بيكن باور، فرانز بيكن باور، معرفش اذا كانوا عارفين عندنا في مصر ولا لا، وبالنسبه اللي هم المسؤولين بتوع الكوره يعني، وبيب جوارديولا بعد الماتش قال لك احنا ما كناش بنلعب كوره، لم نشعر ان احنا نلعب كره قدم بدون جمهور، وبالتالي الرساله دي لازم توصل للمسؤولين المصريين. لازم توصل يا كابتن خالد، وانا سعيد شفت حضرتك النهارده. اشكرك ربنا يخليك. نتمنى ان شاء الله ان تعود الجماهير مرة اخرى لانقاذ الرياضة المصرية بعد الظروف التي مرت بها. الان مصر الحمد لله بخير، استقرار، امن، حياة سعيدة، وكل الامور التنظيمية تساعد على اقامة مثل هذه المباريات الرياضية خاصة الكروية. الجمهور المصري عاش معنا لفترات طويلة وارتبط معنا لفترات من الزمن، بدأت الحقيقة في بداية الستينات، لأن الرياضة المصرية كما قلت لها تاريخ حافل بالتعامل مع الرياضة الخليجية وتحديدا الرياضة الإماراتية، وبالتالي كلمتي للجمهور المصري تعني أننا نحب ونعشق مصر، وأم الدنيا تعني لنا الكثير. نريد اليوم أن نوسع ونسهل مهمة الجماهير، والجماهير هي فاكهة الرياضة، وهي اللغة التي يتعامل بها الشعوب. واليوم الرياضة العربية تتعاون من منطلق الجماهير، لأن الجماهير إذا نجحت أن تقدم رسالة واضحة بإمكاننا أن نؤدي الرسالة الرياضية في وجهها الصحيح، لأن الرياضة سامية، فالجماهير تلعب دور كبير. اليوم الرياضة لم تعد مجرد تنافس داخل الملعب، الرياضة أصبحت ثقافة، أصبحت أخلاقيات، أصبحت ميثاق، مبادئ، قيم. الرياضة الحقيقة لها بعد إنساني استراتيجي حياتي مهم جدا، نستطيع من خلالها كإعلام أن نغذي هذا المفهوم للمشاهد، أن نغذي هذا المفهوم للجمهور. توعية الجماهير في غاية الأهمية. مصر مقبلة على تحديات كبيرة، وهذه التحديات تحتاج إلى هذه الجماهير أن تعود مرة أخرى، لأن الجماهير فاكهة الرياضة المصرية وبالتحديد المصريين. توجهات القادة السياسية في البلدين هو التجمع والترابط. نحن في دولة الإمارات لدينا اتفاقية توأمة مع اتحاد الكرة المصري منذ أيام الأخ يوسف الزركال، لدينا علاقات قوية جدا بدأت مع الرياضة المصرية منذ عشرات السنين. 1967 أول زيارة لفريق مصري زار الإمارات الإسماعيلي، وثم زارنا أيضا الإسماعيلي 71، وغنت أم كلثوم في احتفالات أول عيد وطني لدولة الإمارات. كلها تأتي من المنطلق أن الشعوب لغتها واحدة والشعوب متقاربة، وبالتحديد مصر غالية علينا، عزيزة علينا. المصريون علمونا الفن والثقافة والتدريب والتدريس والمهنة. أنا من جيل رواد الصحافة المصرية، يعني كان لي شرف أني التقيت بعمادة والصحافة المصرية، المرحوم نجيب السكاوي، المرحوم عبد المجيد نعمان، المرحوم ناصف سليم، والمرحوم محي الدين فكري. محي الدين فكري عام 67 كان يغطي تغطية الوفد المصري للكويت، ونجيب السكاوي كان يغطي تغطية الأهلي القاهري لدبي. يعني هذه مباراة تاريخية. يعني أنا أقول لكم معلومات لازم تدفعون فيها بالآلاف الجنيهات. 4 يناير 74 لعب الأهلي المصري أمام النصر الإماراتي وخسر بهدف مقابل شيء.
الاهلي المصري خسر في دبي 4-1. العلاقه ما بين مصر والامارات حاجه بتحسس الواحد بالفخر، وكون ان يكون في تنظيم لماتش السوبر هنا، الاهلي والزمالك يتلعب هنا في ابو ظبي للسنه الثانيه على التوالي، السنه اللي فاتت في العين والسنه دي في ابو ظبي، وكاس السوبر الاماراتي يتلعب في مصر. دي حاجه يعني بتخلي الواحد فخور ان احنا كدولتين عربيتين يكون العلاقه بيننا كده. شايف ان انتوا بتعملوا حاجه كويسه، بتجمع الشعب المصري مع شعب الامارات، بتجمع جماهير الاهلي مع جماهير الزمالك، وده شيء يعني ايجابي نتمنى استمراريته. مصر الامارات على شاشة المصرية برعاية عشان نفرحهم ممكن نعمل أي حاجة في الدنيا، وانتوا عشان تساعدوهم وتساعدوا في علاجهم ساهموا معانا في بناء مستشفى 500 أكبر مستشفى في العالم لعلاج السرطان بالمجان. عبد المنصف، حاجات دي خطر جدا، لعب طويلة برضه خطر جدا، والهدف الأول، الهدف الزملكاوي الأول عمرو زكي. مش معقولة يا جماعة، غلطة غريبة جدا من دفاع النادي الأهلي وحارس المرمى جوه المنطقة، لكن متأخر عمرو زكي. طويلة من أمير، ياخد فلافيو، عماد متعب، هو والجول، هو والجول، هو والجول. عماد مزعج، عماد مؤلم، عماد اهداف. قلت لكم صايم بقاله كتير، لكن يصوم ويفطر على الزمالك. ياخد طارق مره ثانيه، شيكابالا تاني، شيكابالا تالت. لا مش معقول، مش معقول. شيكابالا اول لمسه الجون الثاني. ايه الجمال ده يا جماعه؟ مكمل الاهلي، هيقلل عدد مدافعيه وده مطلوب. عماد النحاس، تمريره، عماد متعب بكعبه، هيحط بكعبه، حط فرصه. الجون الثاني، والله ما اقول لكم لسه فيها. الجون الثاني محمد الدقيقه 43. بقول لكم لسه فيها، صدقوني يا جماعه لسه فيها. اتعملت مره، دخل جوه المنطقه، حط ابو تريكه، حطها في الجون الفاضي عشان تبقى 2-2 قبل النهايه بدقيقتين. انا شايف من كتاب مفتوح بين المباراه متصعبه على هنري ميشيل، تغييراته صعبه، تغييراته اضطراريه. حلو ان كنت حضراتكم. عماد متعب نجم الاهلي الاول، حطها لمحمد شوقي، بس ابو تريكه، شيكابالا، عرضيه ممتازه، جمال حمزه. ولا اجمل يا ابني، ولا احلى، ولا اروع. يا شيكابالا ده اداله واحده بالمقاس على حدود المنطقه. لمسه الخطوره محمد بركات تريكه، عنده تريك اكيد. يا ولد الجون الثالث وهي طالعه، بقول له يا ولد. ابو تريكه لأسامة حسني، والهدف ابو تريكه. طويله، فرصه، خطر، هيخلص ولا ايه؟ العرضيه خلصت. الهدف الرابع أسامة حسني. بقول لكم لسه فيها ليه مش مصدقيني؟ اتعملت حلوه قوي. ابو تريكه لاحمد توفيق، العرضيه لأسامة حسني، ويسجل الهدف الرابع. هدف بعد بكرة الاثنين مباراة الأهلي والزمالك، بنتمنى نشوف مباراة قوية وفيها أخلاق رياضية ما بين الفريقين.
بس قبل ما نختم حلقتنا النهاردة تعالوا نشوف تقرير عن توقعات المصريين في دبي لنتيجة المباراة. أول حاجة أنا ببارك للنادي الأهلي طبعا كده حسم الدوري، وبقول له ألف مبروك من زملكاوي. توقعات ماتش الأهلي والزمالك بتبقى صعبة شوية. أولا هو الماتش ما فيش ضغوطات لأن ماتش خلاص الدوري اتحسم. تاني حاجة هو هنا في لعيبة ممكن تحسم الماتش وهنا في لعيبة ممكن تحسم الماتش، بس هترجع لاختيارات المدير الفني. بالنسبة أتوقع الكابتن حسام البدري مش عايز يخسر وهو كسبان الدوري، والزمالك بنفس الطريقة. ماتش الدوري بين الأهلي والزمالك بيبقى ماتش قمة بصرف النظر عن مين خد الدوري، بس هو في الأساس بتبقى مباراة قمة، وأنا أتمنى طبعا فريق يكسب، بس التوقعات هتبقى صعبة شوية. أتوقع الزمالك 1-0. انا ناشئين نادي اهلي واهلاوي طبعا، وان شاء الله بتمنى التوفيق النادي الاهلي، لكن لو نادي الزمالك عمل اداء كويس وكسب هقول له مبروك. طبعا ما فيش تعصب، ما فيش يعني اتمنى ان كل الناس تبقى كده. يعني في اوقات الزمالك بيبقى كويس نقول له مبروك، والاهلي لما يبقى كويس نقول له مبروك، لكن ده سالتني انا ما بعرفش اخبي، وطبعا انا اهلاوي وان شاء الله بالتوفيق النادي الاهلي. توقعاتي الماتش الاهلي والزمالك ان شاء الله اتمنى الزمالك يكسب، بس لو ايمن الحفني ان شاء الله يلعب من اول الماتش ان شاء الله توقعاتي 3-1 للزمالك. ان شاء الله 2-0 للاهلي. يا رب ما تطلعش تعادل، انا عايز الاهلي يكسب بس هتطلع تعادل انا عارف في الاخر 0-0. مفيش اوراق رابحه للزمالك تقريبا. الكابتن حسام عمل حاجات كتيره حلوه للاهلي، بس محتاجين نجدد نجيب، والاهلي دايما فريق كبير فمحتاج مدرب بحجم النادي الاهلي. ما في، يا ريت لو قلنا حد زي جوزيه. انا بعتبره اسوأ مدرب جه للزمالك، يعني الزمالك فريق كبير ويستحق مدرب احسن من كده. فريق الراجل ده تقريبا ما كان شغال مدرب كوره قبل كده. انا راجل اهلاوي بس الزمالك فريق كبير. بناشد المستشار مرتضى منصور يدي فرصه لابناء نادي الزمالك ان هم يحاولوا ينتشلوا النادي من الازمه بتاعته. كابتن جمال حميد، انا بايد ترشيح كابتن جمال حميد مدير فني نادي الزمالك، ابن النادي، وهيقدر ان شاء الله ياخد النادي من كبوته ويعمل معاه احلى نتائج. ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0. انا اعتقد ان الاهلي هيكسب 2-1 ان شاء الله. توقعاتي ان شاء الله ان الزمالك يكسب 2-0 او نتعادل 1-1 ان شاء الله. انا اعترض مع نظريه 2-0 دي، بس يعني هو صراحه الفرقه مش في مستواها، فانا ممكن نقول نتعادل 1-1 برضه. اعتقد في حاله اللعيبه دلوقتي بتاعت فريق الاهلي وفريق الزمالك وبطوله افريقيا وعدم الثبات في المستوى دلوقتي مع فريق الزمالك، اعتقد فوز الاهلي يا 1 يا 2-0. بالنسبه لتوقعاتي المباراه اعتقد انها ممكن تبقى التعادل 1-1 مثلا. اعتقد تعادل بين الزمالك والاهلي 2-0 الاهلي.